بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج دردشة رمضانية. مشاهدينا الكرام، العديد من العائلات يقومون بشراء وتحضير كميات كبيرة من الأطعمة لشهر رمضان المبارك، ولكنهم قد لا يستهلكون إلا جزء يسير منها. دردشتنا اليوم عن التبذير في رمضان. سنقوم بإيجاد مجموعة من الأسباب والبحث عن حلول لها. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ندردش عن التبذير في شهر رمضان المبارك. نتعرف على الأخ. معك سالم الأحمري. الله يحييك يا سالم. اليوم ندردش عن التبذير في رمضان. هناك مجموعة من الأشخاص يشترون كميات كبيرة من الأطعمة يزيد عن حاجتهم. إيش رأيك في الموضوع؟ والله شوف، هذه من نوع التبذير جات حاليا في الآونة الأخيرة، وخذوا في شهر رمضان يعني عادة ما عاد عبادة. وأقول لهم يتذكرون أخوانهم في جميع الدول الباقية اللي ما عندهم شيء، يحاولون يقتصرون، وهذا شهر خير وإحسان، الله يعيد علينا وعليكم وعلى أخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. شكرا يا سالم، يعطيك العافية. حياكم الله. ومشاهدينا الكرام، نبحث عن رأي جديد في دردشة رمضانية. أيضا مشاهدينا الكرام، خلال جولتنا في هذه الحلقة التقينا شباب سودانيين حلوين. نتعرف عليك. مهندس خضر أحمد عبد المجيد. الله يحييك. عمر عبد الرحمن الطيب. الله يحييكم. اليوم في حلقتنا قاعدين ندردش عن التبذير والإسراف في شهر رمضان المبارك. ودنا نعرف وجهة نظركم حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان العظيم، إنه لا ينبغي للمسلم أن يبذر ويكون الصرف بتاعه مشابه لبقية الشهور. والغرض من هذا الشهر العبادة والتقليل في الطعام برضو لكي نتذكر حالة المحرومين، وأعتقد هذا من أهداف شهر رمضان الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. التبذير مذموم في رمضان، ومن من الأفضل أن نزكي أجسامنا ونقلل من أجسامنا ونتذكر الفقراء ونعطش ونجوع ونكون يعني صحيحين للعبادة، وما تكون عندنا تخمة ولا عندنا أي جسم كبير ولا سمن ولا أي شيء. وهذا يعني في ال11 شهر هذه كفاية أسرفنا، فالمفروض في رمضان نقلل شوية. بالفعل. إذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم في دردشة مع الأخوة السودانيين عن شهر رمضان المبارك والتبذير في هذا الشهر الكريم. ندردش في مكان آخر مع برنامج دردشة رمضانية. يعطيكم العافية. أيضا متابعي الكرام، نتجول ونتعرف على الآراء، ومعنا نتعرف عليك. مشهور علي عبد الله سيري. حياك الله يا مشهور. اليوم ندردش عن التبذير في شهر رمضان المبارك. مجموعة من الناس تبذر وتسرف في الأطعمة. إيش رأيك في الموضوع هذا؟ تبذير حرام، والرسول قال عليه الصلاة والسلام قال كل واحد يأخذ على قد حاجته. يعطيك العافية. طيب، بالنسبة لكم أنتم في البيت، لما يزيد أو يفيض شيء عن حاجتكم، كيف التعامل معه؟ كيف تتعاملون معه؟ وين تودوه؟ زكي فيه ولا تصدق في الجمعية الخيرية. يعطيك العافية. رأي مميز ورأي جميل، ورمضان كريم علينا وعليك. مشاهدينا الكرام، يلا خلونا ناخذ رأي جديد في دردشة رمضانية. أيضا متابعينا الكرام، آراء الصغار لها ميزة خاصة. نتعرف عليكم. رنا. رهب. غدي. رغد. ريماس. اليوم في برنامج دردشة رمضانية قاعد ندردش عن التبذير في رمضان. نسألكم إيش رأيكم في الناس اللي يبذروا في رمضان؟ إيش رأيكم؟ حرام. حرام التبذير في رمضان؟ ما نبذر، ناخذ على قدنا. تأخذون على قدكم. حرام. طيب، بما أن التبذير في رمضان حرام، بسألكم عن الباقي عندكم من مثلا وجبة الإفطار، وين نوديه؟ الباقي وين نوديه؟ عند الناس جيراننا. نعطيهم الجيران. الفقراء. نعطيه الفقراء. نتصدق على المساكين. نتصدق على المساكين. نحفظها. نعطي
نعطي البلدية. آراء بريئة وأيضا حلول إيجابية. يعطيكم العافية، أتمنى لكم رمضان كريم، ومشاهدين الكرام نأخذ آراء جديدة. أيضا مشاهدين الكرام معنا مجموعة من الأطفال، نتعرف عليكم. عبد الله، خالد، ريان، أيمن زايد. يعطيكم العافية الشباب. اليوم عندنا في دردشة رمضانية ندردش عن التبذير في رمضان. إيش رأيك في الناس اللي قاعد تبذر في رمضان؟ ما يصلح، ما يصلح التبذير في رمضان. ما يجوز، ما يجوز. ما يصلح، هذا شيء حرام. شيء حرام. طيب خليني أبدأ من عندك. إيش رأيك لو مثلا رأيت والدك أو أخوك قاعد يشتري في بداية شهر رمضان أدوات للمطبخ بشكل مبالغ فيه، إيش راح تقول له؟ ألزم عليه أن يرجع بعض الأغراض. ألزم يعني يأخذ من بعض الأغراض يعني اللي يحتاجها. أيوه، اللي يحتاجها في رمضان يأخذها. يعطيك العافية. اللي يحتاجها ياخذها معاه والباقي يرجع. طيب إيش رأيك أنت أيضا لو شفت مثلا الوالد أخذ مجموعة كبيرة من الأطعمة وداها على المطبخ، إيش راح تقول له؟ ياخذ الأشياء اللي على قده. اللي على قده. طيب أنصحه. تنصحه، كيف تنصحه؟ أقول له لا يكثر بالطعام. لا يكثر من الأطعمة عشان ما تتلف، صح؟ يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا الكرام هذه آراء ستكون رسائل للكبار من الصغار. التبذير في رمضان أمر مؤسف. ناخذ آراء جديدة وضيوف جدد في دردشة رمضانية. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة بالتحديد ندردش عن التبذير في شهر رمضان المبارك، والكثير من الناس يأخذ فوق حاجته في هذا الشهر ثم يبذر بهذه المأكولات والنعم. معنا أحد الضيوف، نتعرف عليك. سعيد سعد عسيري. الله يحييك سعيد. اليوم موضوعنا عن التبذير، إيش رأيك في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان وصيامه وقيامه إن شاء الله. وشهر رمضان شهر عبادة وفرصة للواحد لمراجعة نفسه خلال السنة كاملة. في الحقيقة رمضان شهر عبادة وما هو شهر مأكولات ولا موائد ولا سفر عريضة زي ما نشوف الآن موجود في الأسواق. حتى الآن المجمعات التجارية والأسواق العالمية تتنافس على طرح كل ما هو موجود عندهم من بضائع ومن تخفيضات لجذب الناس للتسوق في شهر رمضان. بينما رمضان يعني بالعكس هو اختصارا لبعض المأكولات، وفي مدة العام يعني 3 وجبات في اليوم، رمضان وجبتين فقط، ولكن الناس صاروا الآن يبالغون ونسأل الله العفو والعافية يعني. طيب سعيد، خليني أسألك أو أبحث عندك عن أحد الحلول لهذه المشكلة، التبذير. كيف نوجد لها حلول أو كيف نعالجها بطريقة في هذا الشهر؟ والله أول شيء في التبذير يعني عامل مشترك ما بين المنزل رب الأسرة والأسرة كاملة. إذا ما تعاونوا لإيجاد حل داخل البيت يعني فما استفدنا شيء، يعني ما في حل جذري للناس كلهم، ولكن كل واحد يقتصر على حسب ميزانيته وعلى حسب وضعه في البيت، يعني يأخذ حاجتك والباقي يبقى يعني. يعطيك العافية سعيد، رأي جيد ومميز بالفعل، ويعطيك ألف عافية ورمضان كريم علينا وعليك. الله يقبل منا ومنكم، شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، هذه هي الآراء السديدة في شهر رمضان المبارك، ونحن معكم في برنامج دردشة رمضانية في مكان آخر. أيضا مشاهدينا الكرام، معنا ضيف جديد في دردشتنا الرمضانية عن التبذير في شهر رمضان. الله يحييك، نتعرف عليك. الله سعد العمري. الله يحييك سعد. اليوم ندردش عن التبذير في رمضان. إيش رأيك في من يبذر بشراء العديد من الأطعمة والمأكولات وأغراض شهر رمضان المبارك ومن ثم يقوم بإتلافها بسبب كثرتها؟ والله أرى أن هذا الشيء لا يجوز، وبإمكان الشخص أنه يأخذ
الشيء اللي يناسبه ويناسب عائلته، ويكون شهر رمضان شهر عادي. اللهم بعض الأكلات اللي تخص شهر رمضان يعني ركز عليها زي الشوربة، السمبوسة، الشغلات هذه. فأنا أشوف أن الإسراف والتبذير في رمضان شيء مؤسف صراحة. طيب خليني أسألك مثلا، عندك في بيتك كيف يكون تعاملك مع شهر رمضان المبارك من خلال الأغراض الخاصة بهذا الشهر؟ والله شهر رمضان المبارك أنا أتعامل معه كشهر عادي، اللهم أركز فقط على بعض الأشياء اللي تخص شهر رمضان، مثل بعض الأكلات، السمبوسة، الشوربة، الشغلات هذه. والأفضل أنه شخص يركز على الأمور الأهم اللي هي شغلة العبادة والصلاة، وشغلة زيارة الأقارب وصلة الأرحام والشغلات هذه، ويكون الأكل يعني خفيف حتى يرتاح الشخص يعني في قيام الليل وفي صومه وفي سائر جميع أعماله. يعطيك العافية ورمضان كريم علينا وعليك، ونتمنى لك إن شاء الله مزيد من الطاعات. الله يبارك فيك إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، رأي مميز مع دردشة رمضانية، يلا في مكان جديد. أيضا مشاهدينا الكرام، خلال هذه الدردشة وهذه الحلقة التقينا ضيف جديد، نتعرف عليك. كمال زكي محمد علي، أستاذ في كلية الطب جامعة الملك خالد أبها. الله يحييك يا أستاذ. اليوم ندردش في حلقتنا عن التبذير بشكل عام في شهر رمضان المبارك. حدثنا عن رؤيتك حول هذا النقطة. والله أنا بفتكر حكاية التبذير في شراء المأكولات والمشروبات بكميات كبيرة ما هو صح، ما هو صحيح الحقيقة، حتى من ناحية صحية يعني غير صحية أبدا. يعني كون الواحد يكسر من المأكولات والشراب، وفي رمضان عادة الناس ما يأكلون كثير لكن بيشتروا كميات كبيرة. أتهيألي لو وفروا القروش دي لأشياء أحسن والصدقات للناس اللي يحتاجوا له يكون أحسن. يعني دكتور، من خلال الإسراف والتبذير صحيا، ما هو العائد الصحي على جسم الإنسان من خلال الإسراف في الأكل والتخمة والسمنة؟ أول حاجة في الحقيقة الحاجة اللي أبغى أقولها في النقطة دي الإسراف من الناحية الصحية، نصيحة لجميع الناس المسلمين والعرب المسلمين جميعا، أي إنسان مريض بأي مرض مزمن زي السكري والضغط وأمراض المزمنة الكثيرة يستحسن يقابل طبيب قبل ما يبدأ في الصيام حقه، يستمع لنصيحته ويتبع عليها. هو ممكن يصوم ولا ما يصوم، ولا كان صامي كيف يكون. الشيء الثاني يعني أنا من خبرتي، أنا إنسان ما في تخصص الطب من ناحية الطب الباطني وغيره، أنا في الناحية الأكاديمية تخصصي، لكن بفتكر يعني سبحان الله إن تصوموا خير لكم. يعني أنا عندي سكري وما بقول الكلام ده، الناس السكري ممكن يصوموا، وجدت صحتي والسكري حقي اثناء شهر رمضان العظيم المعظم، السكري حقي يعني في تحكم جميل عليه وكنترول بطريقه جميله. فبنصح الناس اول حاجه لازم يقابلوا طبيب كويس، وان تصوموا خير لكم. اكيد يعني الصيام فيه خير لكل انسان. الانسان ما يبذر في الاكل، المشروبات، السكريات ما يبذر فيها كثير، الاملاح، اللحوم، الدهون ما يكتر منها، ولازم يقابل طبيب. دي نصيحتي للناس، يعني بدل ما يسمعوا كلام الناس انت عندك سكري ممكن تصوم، عندك ضغط ممكن تصوم، لازم يقابل طبيب. مقابله الطبيب مهم. يعطيك العافيه دكتور، سعداء نلتقيك، وان شاء الله نتمنى لك صيام مقبول وافطار شهي ان شاء الله. الله يبارك فيك، وشكرا لكم انتم على هذه المقابله، وفرصه الواحد يهنئ الشعب السعودي والشعب السوداني والامه العربيه جميعا والامه الاسلاميه على هذا الشهر العظيم، وان شاء الله يعود علينا بالخير والبركه. اللهم امين. الله يبارك. اذا مشاهدينا الكرام، مع هذه النصائح الطبيه نستكمل دردشتنا الرمضانيه وفي مكان اخر. ايضا مشاهدينا الكرام، معنا احد الشباب، نتعرف عليك. مؤيد عبد الله القيسي. الله يحييك يا مؤيد. اليوم ندردش في شهر رمضان المبارك عن التبذير وعن من يبذرون بقضاء اكثر من حاجتهم. ايش رايك في هؤلاء الناس؟ والله الناس كثيرين اللي يبذرون منه، يعني قبل رمضان في ناس يشترون فوق حاجتهم،
وهم بس يفطرون فطور عادي ويشترون. خليني أسألك عن عندكم في بيتكم الخاص، كيف كان استعدادكم لرمضان من خلال قضاء حوائج المطبخ؟ والله عادي، مو مرة يعني كيف أقول لك، يعني على قدر حاجتكم. إيه على قدر حاجتنا. طيب، نصيحتك لكل من يبذر في شهر رمضان، مثلا لو شاهدت أحد أقاربك يشتري فوق حاجته، ما هو ردك عليه؟ والله أقول له لا يشتري أكثر من حاجته، لأن بعدين ما بيستفيد منها وبيرميها. يعطيك العافية، ونتمنى لك إن شاء الله رمضان كريم وطاعات إن شاء الله عديدة في هذا الشهر الفضيل. الله يعافيك. أيضا متابعينا الكرام، معنا ضيف جديد في دردشتنا عن التبذير في رمضان. نتعرف عليك. مجدي عسيري. الله يحييك يا مجدي. اليوم ندردش عن التبذير والمبذرين في شهر رمضان المبارك. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ والله هي عادة سيئة يعني، وأتوقع ذكرت في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر من المبذرين، وأنها عادة سيئة، وهذه ما نلاحظها دائما يعني ما تتكاثر في رمضان. يعني قبل رمضان يعني يمكن مع فرحة رمضان العالم يشتري ويجمع أغراض، وفي الأخير تحس أنها أشياء زايدة وأشياء يعني بس أنها صارت روتينية عند أي إنسان، بس مجرد أنه يجمع أغراض وما أغراض، وفي الأخير نهايتها يعني إيش؟ نفايات. يعطيك العافية. طيب، لو أوجدنا حلول لهذه المشكلة، ما هو الحل الأمثل من خلال المنزل؟ والله أنا أحس أنها يعني تأخذ أنك مقاضي أسبوعية يعني تكون هي أفضل. يعني حتى الناس كثير يحبذون يعني فرضا في رمضان يعني أنه يكون بس شرب وسمبوسة. يعني أحس أنه من أفضل شيء أنها تكون يعني حاجة محبة في رمضان، يعني يحبذها وصحية. بس انها صارت يعني خلاص عندنا زي ما تقول صايم وعلى جوع، صار الانسان يطلب اشياء كثيره وفي الاخير يعني ما لها اي حل، يعني ترمى في النفايات. فانا احس ان الواحد يقتصر على مقاضي اسبوع افضل، انه ياخذ او يجمع حقت يعني حدود 20 او 30 يوم، تكون صعبه شوي. يعطيك العافيه، بالفعل هو حل مميز، وشاكرين ومقدرين لك، ورمضان كريم علينا وعليك. الله يسلمك ان شاء الله، وعلينا وعليكم ان شاء الله. فرصه سعيده، الله يسعدك. الله يسعدك. مشاهدينا الكرام، هذه هي الآراء السديدة والمميزة تجاه التبذير والمبذرين في شهر رمضان، والدردشة متواصلة والآراء عديدة. يلا. أيضا مشاهدينا الكرام، معنا مجموعة من الشباب، نتعرف عليكم. أحمد النعمي. عبد الله زياد. الله يحييكم يا شباب. اليوم ندردش في برنامج دردشة رمضانية عن التبذير والإسراف في شهر رمضان المبارك. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ والله الموضوع هذا أكيد إنه غلط وشيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا من رأيي يعني من الحلول لهذا الشيء إنه يكون في جمعيات خيرية تكون لها أماكن معينة، الزايد من الطعام يكون عندهم ومنها يوزعونها للفقراء. وبرضه الواحد إذا يتقضى رمضان زي كذا ما ياخذ على قد حاجته. يعطيك العافية. طيب، والله هي ترجع لثقافة البيت قبل كل حاجة يعني، وثقافة البيت تلعب دور في كل شيء، ما بالك في الإسراف يعني. جميل، يعطيكم العافية. خلوني أسألكم رأيكم مميز عن لو في عندكم فائض في البيت، كيف يكون تعاملكم معه؟ والله أكيد إذا كان في باقي من الطعام شيء نحطه في أكياس نظيفة بشكل مرتب يعني، ويكون نوديها الناس يعني يكونون محتاجين لها، يكونون معروفين من أهل الحي ومن برا الحي. طيب، خليني أطرح عليك سؤال عن لو مثلا شاهدت أحد أقربائك في بداية شهر رمضان يشتري مجموعة كبيرة من الأدوات يعني فوق حاجته، كيف تكون نصيحتك له؟ والله نصيحتي لا تكون يعني أن هذا يعني إذا أنت خذ على قد اللي يكفيك، لأن بيجي غيرك يحتاج الشيء هذا، فأنت خذ قدر استطاعتك في المدة هذه ويعني بشكل اقتصادي. يعطيك العافية، ورمضان كريم علينا وعليكم. نتمنى لكم إن شاء الله قضاء طاعات في رمضان وأوقات جميلة في هذا الشهر المميز. آمين إن شاء الله. وأهني الشعب السعودي وأهل عسير خاصة بالشهر الكريم، والله يعود علينا وعليهم بالخير والصحة. اللهم آمين. ومشاهدينا الكرام، في هذه الدردشة العديد من الآراء التي تقنع بالفعل، ودردشتنا مستمرة في مكان جديد.
أيضا مشاهدينا الكرام، ونحن نتجول ونتعرف على العديد من الآراء، التقينا مجموعة من الأشخاص. الله يحييكم معنا ونتعرف عليكم. علي حسن العمري. الله يحييك. نتعرف عليك. معك عبد الله محمد الصميدي الشهري. الله يحييكم. اليوم في برنامجنا دردشة رمضانية ندردش عن التبذير في شهر رمضان المبارك. ودنا نتعرف على آرائكم حول هذا الجانب. والله يا غالي، أول شيء نحييكم، حي الله قناة الشموس وحياكم الله في مدينة أبها. وحقيقة قناة نتمنى لها التوفيق، وقناة ما شاء الله يعني اشتهرت في صيف أبها لهذا السنة. فبالنسبة للتبذير في شهر رمضان، أول شيء والله كثير من الناس أنهم يبذرون في هذا الشهر، والمفروض أنهم يقتصدون، لأن هذه النعمة نعمة غالية علينا ولازم تقدر في هذا الشهر الكريم. طيب نتعرف على رأي جديد. والله أول شيء طال عمرك في التبذير، يعني بصراحة في ناس كثير التبذير، خاصة في المشترويات عندك في الأسواق. الناس أول ما يروحوا في الأسواق تبذير بشكل ما يتصور. فنوصي الناس ونذكر على أن التبذير ما هو حب الله سبحانه وتعالى. يعني التبذير أخواننا المسلمين في أفريقيا وفي الدول الآسيوية يمكن ما حصلوا النعمة اللي احنا فيها، الحمد لله، بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام، الحمد لله على كل حال. الله يعطيكم العافية. احنا نقدم من خلال هذا البرنامج أيضا مجموعة من القضايا والأمور التي تهم شهر رمضان المبارك. يعطيكم العافية. الله يبارك فيكم، وشاكرين لكم ومقدرين لكم على ذلك. رمضان كريم. التبذير سلوك مذموم يظهر في شهر رمضان المبارك بشكل مخيف. دردشنا اليوم عن هذا الموضوع من أجل التعرف على العديد من الآراء وإيجاد العديد من الحلول اقتصاديا واجتماعيا. دردشتنا اليوم انتهت، ولكنها مستمرة في أيام قادمة. لكم أجمل التحايا، في أمان الله.